للأسف إحنا عايشين غلط، بندور على الغلط ونغرق فيه، نتفنن في الأذية، نحسد، نكيد، نحقد، وبعد كل ده نرفع وشنا للسماء ونقول يا رب. طب إزاي؟ السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولا ترضى بالقلوب المليانة سواد. ناس عايزة تفك ربط، وناس عايزة تفرق بين اتنين، وناس عايزة تحبب فلان في فلانة، وكل ده على إيد واحد بيقول لك أنا شيخ روحاني، بس هو في الحقيقة نصاب وبيبيع لك الوهم. عارف النتيجة؟ بيوت بتخرب، عيال بتتشرد، ستات بتموت في صمت، وكل ده علشان ايه؟ نفس حاقدة، قلب فاسد بيفرح لما يشوف غيره بيتبهدل. السحر مش خرافة، لكن كمان مش قوة خارقة، ده طريق للشيطان بيدفعك للكفر، بيمحي البركة من حياتك. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وعلى الرغم من ان السحر والشعوذه جريمه، وجريمه خطيره بتهدد المجتمع، لكن للاسف القانون ما فيش فيه ماده صريحه بتقول ان السحر جريمه. لكن القانون المصري بيعاقب السحر على اساس انه نصاب، وده حسب نص الماده 336 من قانون العقوبات. يعني ببساطه اي ساحر او مشعوذ مكانه الطبيعي الحبس. بقينا نشوف السحر على قنوات وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. بقينا نسمي الجهل طاقه، والكفر علاج روحاني، والنصب فتح بصيره. انت بتدفع فلوسك علشان حد يدمرك. اسأل نفسك: اللي راح لساحر ارتاح؟ اللي عمل انبسط؟ اللي كره غيره ارتاح ضميره؟ الإجابة دايما لا. احنا محتاجين نرجع للعقل، نرجع للدين، نرجع للعلم. عاوزين إعلام واعي، مدرسة تعلم، خطبة جمعة توقظ الضمير. السحر مش مسحة، الشعوذة مش تقليد، اللي بيلعب بالنار لازم بيتحرق. السحر يا جماعة والشعوذة جريمة بحق النفس والدين والوطن، وانت مسؤول تبلغ وتوعي وترفض. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.